عمرك لاحظت ان بعض القاده بيكسبوا الحرب حتى قبل ما يرفعوا اي سلاح؟ طيب هل ده حظ ولا الموضوع وراه تخطيط وذكاء وعبقريه من القائد؟ اول نقطه بتخلي القائد يكسب قبل ما يدخل الحرب حاجه اسمها الاستراتيجيه النفسيه. يعني القائد ممكن يخلي العدو يحس ان هو مهزوم قبل ما يدخل الحرب اصلا. وفي دراسات بتقول ان العلوم النفسيه الاستراتيجيه ان لو استخدمها القائد بتخلي العدو يرتكب اخطاء ويفقد الحماس. وتاني حاجه وهي جمع المعلومات الاستخباراتيه. القائد الذكي بيبقى مجمع نقاط ضعف العدو قبل الاشتباك، زي ما تقول كده عنده مفتاح البيت قبل ما يوصل للباب، وده بيخلي التخطيط والقرارات اسرع وادق. وكأن الحرب اتلعبت في المخابرات قبل ما تتلعب في الميدان. وكمان تنظيم موارد الجيش والتوقيت، ولو الجيش مجهز قبل القصف، التمويل والتخطيط والتدريب جاهز، النصر بيجي شبه مضمون حتى قبل ما تتضرب طلقه واحده. وطبعا في بعض الناس اللي بتقول لك ان القاده بتستعيذ بالصحراء وكمان بيبقى عندهم قوه خارقه، ولكن لا يا صديقي العزيز، بس هي الحاجه الوحيده اللي عندهم زياده ان هم بيضربوا العدو قبل ما يدخلوا معاه في اشتباك. يعني لو العدو لعب شطرنج فالقائد مش شايف بس كل حركه، ده كمان بيعرف كنت هتفكر ازاي قبل ما انت تفكر اصلا. يعني باختصار الفوز قبل الحرب دي مش ضربه حظ ولا حاجه، لكن هو تخطيط وعبقريه من القائد. واللي بيفهم اللعبه قبل غيره فهو دايما اللي كسبان. وكالعاده ما تنساش تعمل شير.